الألفاظ الكردية المعربة كتاب للدكتور ضياء رجب. هذه تكملة للحلقات السابقة. نأتي إلى الإضبارة، وهي الحزمة من الصحف أو الورق، وهي مشتقة من كلمة الضبار التي تعني الكتب، وهي لا مفرد لها. المنجب لمعلوف كلمة الضبار ومنها الإضبارة محورتان من الكردية تيب بير، الورقة المكتوبة، والكلمة تيبر تتألف من مقطعين. الكلمة السومرية دب تساوي الكلمة الكردية دابا، وتعنيان اللوح أو النص المكتوب أو الكتابة، وكلاهما من الكلمة دب الخشب بالكردية، ومنها الكلمة الكردية تيب الحرف، وكذلك منها الكلمة الإنجليزية تايب الحرف المطبعي، علما أن الخشب في السومرية هو جيش زائد بر تساوي بل تساوي الورق. أمن بمعنى همن أي اطمئنان وسكن قلبه وهدأ، والأمان هو الهدوء المنجد لمعلوف. وآمن معنى خضع وانقاد ووثق به أو وثق به. كلمة آمن من الأصل الكردي هيمن تساوي ساكن هادئ ساكت صامت وديع أليف سهل الانقياد. وكلمة هيمن الكردية كلمة أفستائية من مقطعين، وهو تؤدي إلى هي أي تساوي طيب أو خير. منو تؤدي إلى من الروح العقل المعنويات. وللعلم الملاك جبرائيل النازل بالوحي في الإسلام يلقب بالأمين، واسمه في الزردشتية وهمن تساوي بهمن المركبة من مقطعين، به طيب أو خير، ومن تساوي الروح. وبالمقارنة البسيطة نرى أن لقب جبريل وهي كلمة آمين إنما هي من الكلمة الزردشتية وهمن بهمن، وكذلك لفظة آمين التي بمعنى قبول الدعاء. آمين ويعني اللهم استجب هذا الدعاء. يرد في الزند أفيستا كلمتا مينوي تساوي مي نفي ليدل على مفهوم معنوي، علما أن كلمة مينوك في الأفيستا تساوي الروح الفكر العقل الحالة المعنوية. أما كلمة جيتك في الأفيستا فتدل على الحالة المادية، وتأتي مينوك في تراكيب الأسماء وبالشكل مانو، ككلمة أهرمن أي الشيطان في الزردشتية. آهر تساوي النار زائد منو تساوي من الروح العقل الفكر المعنويات. أما بهمن وهو منو ويعني حرفيا الروح الخيرة، فهو مؤلف من مقطعين، وهو تساوي به أي الخير الطيب، منو من الروح العقل الفكر. وبهمن كانت وظيفة النزول بالإلهام من عند أهورا مزدا إلى زردشت، وهذا ما يطابق الروح الأمين جبريل في الإسلام. إن اللفظتان أمين وآمين مصحفتان في اللغات السامية من لفظة منو الأفيستائية ولفظة آمين بالمفهوم الحالي تعني قبول الدعاء في الديانات السامية. ويرد في المعرب والدخيل في المعجم المدرسي لأبو حرب أمين اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب صفحة 28. وفي الهامش يقول في كتاب شفاء الغليل قيل إنه ليس بعربي، وما رآه الخفاجي إن كلمة آمين ليست بعربية صحيح، لأنه ليس في كلام العرب على وزن فاعل، أما نطقها وما تحمله من معنى فتضارب فيه الآراء كما اختلف في أصلها. ويرى توفيق قربان في اجتهاد له حول ذلك أن آمون اسم إله الخصب عند المصريين، ثم ما لبث تحول إلى آمين لأن منزلة صاحبه ارتفعت من إله الخصب إلى المعبود الوطني العام. آمون راع ستن نثرو أي آمين إله الشمس ملك الآلهة، وانتهى إلى الخلاصة التالية: آمين اسم علم قبطي أي مصري قديم اسم إله. إله كلمة إله وهو لفظ الجلالة في اللغة العربية مأخوذتان من كلمة إيل التي تعني النور أو العالي، فإذا كان يعني النور فهو من الأصل الكردي آل أي النور المشتقة من كلمة آر تساوي النار. أما إذا كان يعني العالي فهو من الأصل الكردي هيل العلي أو عالي أو مرتفع أي في السماء. يقول الدكتور فراس سواح الباحث في تاريخ الأديان إن نزع القدسية عن النص الديني هو أفضل طريقة لفهمه، والأسطورة
هي قصة إله، حكاية مقدسة أبطالها الرئيسيون هم آلهة. يؤمن أهل الثقافة التي أنتجتها بصدق رسالتها وحقيقة أحداثها. ولم تقم حروب دينية في العالم كله على الإطلاق قبل ظهور الأديان التوحيدية الإبراهيمية الثلاث، لأن قبلها كان لكل مدينة أو قوم إله خاصة يعبدها أهلها، أي إنها كانت آلهة أمكنة، فإذا انتقل الشخص إلى المكان المخصص لإله ما كان يعبد ذلك الإله. وعلماء الآثار تكتموا على المعلومات المكتشفة في الكتابة المسمارية السومرية، وبشكل خاص الأساطير، لأن تلك الأساطير تطيح بالأساطير الدينية للديانات الإبراهيمية الثلاث التي تزعم بمصدرها الإلهي. فتلك الأساطير الدينية كلها من أصول سومرية موثقة على الرقم الطينية المكتشفة، حيث دخلت تلك الأساطير إلى اليهودية أولا، ومنها إلى المسيحية والإسلام. وأهمها أسطورة الخلق السومري، وأسطورة آدم وحواء، وأسطورة الطوفان، وغيرها الكثير. لفظة إيل تأخذ صيغ عديدة حسب اللغات. باللغة السومرية إيلي، إيلو، إله، إله أو عالي أو علو. في الأكادية إلو. في الفينيقية والأغاريتية إل. في الكنعانية إيل. في العبرية إيل وإلواه وإلوهيم. في الآرامية القديمة إله. في السريانية إيلا وإلها. في العربية الله وإله وإل. معنى إل: الله، كما في الآية: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وكذلك معنى قول أبي بكر الصديق عندما تلي عليه بعض من وحي المدعي بالنبوة مسيلمة: إن هذا الشيء ما جاء به من إيل. ويؤنث هذا اللفظ على صيغة إله بتاء التأنيث، ومنه جاء اسم الصنم اللات. وفي بعض اللهجات الكردية إيلم، المحور من إلوهيم في العبرية. في قصة الحضارة لمؤلفه وول ديونارت، كان كهنة سوريا يعترفون بإله عام يضم في شخصه جميع الآلهة ويسمونه إيلي أو إيل، وكانوا يوحدون بين هذا الإله العام وبين الشمس. والسبب في هذا التوحيد هو أن الكلمتين إيلي وإيلو أصلهما مشتقتان من كلمتين سلف كرديتين قديمتين ومستمرتين حتى الآن، هما آل أي النور، نور الشمس الأحمر الفاتح، أو هيل العلي أو العالي الذي في السماء. ويكون التوحيد والخلط بين لفظيهما ومعنيهما هو النور العالي إيلو إيلي. ونجد مطابقة هذا المعنى مع ما ورد في الآية القرآنية: الله نور السماوات والأرض. كذلك فإن الاسمان النور والعلي كلاهما والعلي كلاهما من الأسماء الحسنى في الإسلام، مع العلم بأن كلمة النور مشتقة لغويا من كلمة النار في اللغة العربية، مثلها مثل كلمة آل أي النور المشتقة لغويا من كلمة آر أي النار في اللغة الكردية. لفظ الجلالة الله في العربية مأخوذ من إيلو وإيلي الآراميتين، كذلك من إلوهيم العبرانية الذي يتصف بالرحمة، بعكس يهوى الذي يتصف بالعنف. وهذا التأثر نجده في الإسلام، فكل آية قرآنية تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا تجديد على كون الله رحيما، وهذه هي صفة إلوهيم وليست صفة يهوى المتصف بالعنف. كذلك شعار الله أكبر في الإسلام، حيث كان في أغلبية المعتقدات القديمة كبير آلهة يليه عدد من الآلهة الأقل شأنا، وكان رد الإسلام على هذا كان بأنه لا إله إلا الله، إله واحد وهو الأكبر. كذلك كلمة اللهم في الأدعية الإسلامية محورة من إلوهيم تساوي الله في العبرية. ألوي ألوي. لما شبقتني هذه كلمات آرامية نطق بها المسيح عيسى بن مريم وهو على الصليب، ومعناها إلهي إلهي لماذا تركتني. إلوهيم تساوي الله بالعبرية. كلمة إلوهيم هي بصيغة الجمع لوجود اللاحقة هيم. أما الصيغة المفردة فهي إيل التي تعني في العبرية العالي. وللعلم إيل العبرية مطابقة للكلمة الكردية هيل التي تعني العلي أو عالي. كذلك كلمة إيل يعني النور، أيضا كونها مشتقة من آل النور في الكردية، حيث النور هي صفة عظمى للإله الأكبر في كل المعتقدات الآرية وكذلك السامية القديمة. وفي العبرية إلوهيم إيل اليوم أي العالي، وهي صفة لإلوهيم. وتاريخيا وحسب قول وول ديونارد في قصة الحضارة والجزء الأول، قام آخر ملك بابلي كلداني وهو
نابونيند بفرض إله القمر على جميع رعايا الدولة البابلية في مواجهة الفكر الديني الجديد الذي يدعو إليه الميديون واليهود، وهو عبادة إله واحد. فالميديون يدعون لعبادة الإله الواحد أهورا مزدا، أما اليهود فيدعون لعبادة الإله الواحد إلوهيم، متأثرين بالعقيدة الزردشتية في ميديا وفارس، حيث يصف دانيال دين زردشت إلهية أهرومزدا بقوله المأثور شريعة ميدي وفارس التي لا تنسخ، حيث كان اسم الرب عند اليهود قبل وأثناء السبي البابلي هو يهوى رب موسى، لكن قبيل عودتهم إلى وطنهم صار النبي أشعيا الثاني يدعو اليهود لعبادة إله واحد وهو إلهيم الرحمن. والعلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب في أسفار التوراة هما قصتان متشابهتان ومنفصلتان في سفر التكوين التي يسميها اليهود براشيت، وهي ترجمة أول كلمتين في السفر في البدء. القصتان تتحدث أحدهما عن الخالق باسم يهوه وكتبت في يهوذا جوديا، والآخر تتحدث عن الخالق باسم إلوهيم وهذه كتبت في إفرايم. ويرد في قاموس الكتاب المقدس للأنبا تكلا هيما يونت الحبشي، وهو قس قبطي مصري بصدد معنى لفظ الجلالة ما يلي: إلوهيم وهو أكثر الأسماء استخداما في العهد القديم أي التوراة، مثله مثل الاسم اليوناني ثيوس في العهد الجديد، ولا يعلم اشتقاق الكلمة على وجه اليقين. فجسنيوس وإيوالد وآخرون يرون أن الاسم مشتق من كلمة أول أي يقوي، والتي يشتق منها أيضا كلمة إيل أجل بمعنى كبش، وإله بمعنى بلوطة، فهي صيغة الجمع من كلمة إيل، بينما يردها آخرون إلى كلمة إله أي تساوي يرعب. والصيغة المفردة موجودة في الكلمة قليلة الاستعمال إيلواه التي يكثر استخدامها في الأسفار الشعرية، ويميل البعض بيرواه وداريفر وييجز في القاموس العبري الإنجليزي للعهد القديم إلى اعتبارها مشتقة من إله، وإن الأصل الصيغ الثلاث إيل إيلواه إلوهيم، على الرغم من الاعتراف بأن الموضوع كله يلفه الغموض. وثمة رأي غريب يقول بأن اللفظ مشتق من أصل عربي هو أول بمعنى الرائد أو المتقدم، ومنه يأتي معنى القائد والأكثرية، والأكثر غرابة هو القول بأنه يتصل بحرف الجر إيل للدلالة على أن الله هو هدف حياة الإنسان وغايته. وسيظل الاسم موضع بحث، حيث أن الموضوع يرجع إلى ما قبل التاريخ، والاسم والألفاظ القريبة منه إيل وإيلو شائعة في اللغات السامية وفي الديانات السامية أيضا. إلواه هي صيغة المفرد من إلوهيم، ويكاد استخدامها يكون مقصودا على الأسفار الشعرية والتعبيرات الشعرية، وبخاصة في سفر أيوب، فهو يتكرر في هذا السفر أكثر من سائر أسفار العهد القديم، وتستخدم الصيغة الآرامية إله كثيرا في سفري عزرا ودانيال. نأتي إلى إيل، وأكثر الألفاظ شيوعا في اللغات السامية للدلالة على الله هي كلمة إيل التي تمثلها الكلمة البابلية إيلو والكلمة العربية الله، ويستخدم هذا اللفظ في جميع أجزاء العهد القديم، ولكنه يرد في سفر أيوب وفي المزامير أكثر من سفر الأسفار، وقلما يستخدم في الأسفار التاريخية، ولا يرد إطلاقا في سفر اللاويين. ومن المحتمل أن يكون مشتقا من أول القوي متقدم، والتي جاء منها كما سيق القول إيل أو أي الكبش، لأنه يسير في مقدمة القطيع، أو من إله أي اللوطة الضخمة الشامخة. ويوجد في هذا اللفظ مركبا في كثير من الأسماء القديمة، وقد يستخدم مضافا إلى اسم أو صفة للتعبير عن دلالة معينة، مثل إيل عليون أي الله العلي، وإيل رمي. إيل إله إسرائيل، ويقترن الاسم بإيل بعدد من الأسماء الوصفية للدلالة على الله في صفاته المختلفة، وشيئا فشيئا أصبحت هذه أسماء أو ألقاب الله إيل إله إسرائيل. عليون الأعلى، ويترجم في العربية بالعلي، وهو مشتق في العبرية من على أي ارتفع، ويستخدم الأشخاص والأشياء للدلالة على الارتفاع والعلو. وإليك ما يرد حول النور والنار في التوراة. وظهر الله في النار أمام موسى في جبل حوريب كنارا في شجرة العليقة، والعليقة لا تحترق بذلك النار. وكان الله يسير أمام بني إسرائيل عند خروجهم من مصر في عمود نار في الليل ليضيء لهم. ولما قابل الله موسى على جبل سيناء نزل الرب على الجبل بالنار، وكان الدخان يتصاعد عاليا. ويبدو أن الإنسان
راعى أن يحتفظ بمصدر للنار مشتعلا حتى يتجنب الحاجة إلى إعادة إيقادها في كل مرة. فكان إبراهيم الخليل يحمل معه إناء به نار مشتعلة عند ذهابه إلى جبل المريا لتقديم ابنه إسحاق محرقة، ويبدو أن هذه كانت العادة في الزمن القديم. واستخدمت النار رمزا لمحضر الرب ودلالة على قوته سواء في الرضا أو التدمير. وكذلك ظهر الرب في العليقة المشتعلة وعلى جبل سيناء المطرم بالنار. وقد قاد الرب شعبه قديما في البرية بعمود نار. ويقال عن الله إنه نار آكلة، ليس لأجل بهاء مجدد فحسب، بل أيضا في غضبه على الخطية، فسيحرق الخطاة في جهنم، كما يشبه شعب الله بنار تلتهم الأعداء. كما يقال عن كلمة الله إنها نار، وكذلك عن الروح القدس، كما يقال عن الملائكة الصانع ملائكته رياحا وخدام نار ملتهبة. وشبهت النار المحبة الصادقة. وهذه آيات من التوراة. آية 1: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب. آية 2: وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. آية الثالثة: فقال موسى أميلوا الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ الآية الرابعة: فلما رأى الرب أنه ما زال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا. الآية الخامسة: فقال لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. الآية السادسة: ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. ويرد في المعرب والدخيل في المعجم المدرسي لمحمد خير أبو حرب ما يلي: إيل اسم الإله بالعبرانية، معناه القوي القادر. كلمة إيل أو الله لا يقتصر في تأصيلها على أنها سريانية أو عبرانية، وإنما هي من الكلمات الموجودة مشتركة في جميع ما يسمى باللغات السامية القديمة، وأقدمها تدوينا الأكدية البابلية والآشورية. فيطلق على كلمة الرب في هذه اللغة لفظة إيلو. وكل ما يمكن استنتاجه من نصوص هذه اللغات السامية أن هذا الجذر هو بهينة آل أو إيل،